شوف، ماشي كل نهار كنسولو راسنا السؤال اللي يقدر يهرس كاع داكشي اللي كنا مآمنين به. واش ممكن بنادم يدوز 20 عام من حياته، 20 عام ديال الصهير وديال الضغط والخلعة والعصا والامتحانات، وفي الاخر يلقى راسو قدام واحد الحيط بارد مكتوبة فيه جملة وحدة: ما كايناش الخدمة. والمشكل الكبير ماشي غير ملي ما كتلقاش الخدمة، المشكل هو ملي كتلقاها كتحس براسك غريب عليها. خدمة ما كتشبهش ليك، خدمة ما كتقربكش حتى لواحد في المية من هادوك الأحلام اللي كنتي كترسمهم في الدفتر ديالك وانت باقي صغير. والحلم ديالك كان بسيط وواضح، ولكن الواقع حاجة آخر. فهاد 20 عام ديال القراية كلشي تبدل، المعيشة ضاعفات، الكرا والعقارة ولاو طالعين، والحياة ولات غالية بمرات، يمكن 5 حتى 10 المرات. ولكن في المقابل الأجور واقفين ما تبدلوش، 3000 درهم، 4000 درهم، حتى 5000 درهم ولا 6000 درهم. بحال الوقت تبدل ولكن القيمة ما تبدلاتش. وهنا كنوصلوا لواحد اللحظة اللي خاصك توقف فيها مع راسك وتسول واحد السؤال: واش 20 عام من أفضل السنوات ديال الحياة ديالك، سنوات الشباب والطاقة والطموح، كتساوي أنك تبدا بصالير ديال 5000 درهم مثلا؟ وهنا السؤال ماشي واش 5000 درهم قليلة، حيت 5000 درهم راها نسبية. 5000 درهم ديال اليوم ماشي هي 5000 درهم ديال 20 عام هادي، وماشي هي 5000 درهم ديال من هنايا 20 عام. السؤال هو واش هاد النتيجة كتساوي داك الثمن اللي نتايا خلصتيه لمدة ديال 20 عام. حيت القصة ما كتوقفش هنايا، القصة عاد غادا تبدا. ناخدو المثال ديال واحد الشاب اللي يمكن يكون نتايا ولا أنا ولا الآخر. هاد الشاب دار كل شيء وبنى في دماغه واحد الطريق اللي واضحة، أنه يشد الشهادة ديالو ومن بعد يلقى خدمة ومن بعد يعيش واحد الحياة اللي مستقرة ويوصل لهداك الشيء اللي كان من ديما كيتمناه. ولكن ملي وصل لهاد النقطة لقى راسو داخل واحد المرحلة اللي صراحة ما عندها حتى شي اسم واضح، نسميوها مرحلة الانتظار، اللي هي في الصراحة هي البطالة. كيقول اجي نبدا بستاج، كيدخل بحماس، كيتعلم، كيعطي كل شيء اللي في جهده، ولكن في الاخر كيلقى راسو قدام واحد الجواب اللي تقريبا حنايا كاملين سمعناه: سير دابا نعيطوا عليك. هاد الجملة صغيرة ولكن تقدر توقفك شهورا من حياتك وانتيا كتسناهم غير يعيطوا عليك. ومع الوقت كتبدا تشوف الناس اللي حداك كيتحركوا بطريقة أخرى. واحد دخل بالمعارف، واحد خدام مع عائلته، واحد سمح في البلاد كاملة وهاجر لبلاد أخرى، وواحد خدام في شي حاجة اللي ما عندها حتى شي علاقة مع التخصص ديالو. وبطبيعة الحال مع الوقت كتبدا تسمع خاصك اكسبيريونس، خاصك مهارات، خاصك تصبر. ولكن هنايا التفكير ديالك كيحبس: كيفاش أنا غادي نجيب هاد الاكسبيريونس وانتوما أصلا ما عطيتونيش الفرصة الأولى باش أنني نبدا؟ وملي كتشوف الصورة كاملة كتفهم أنك ماشي غير نتايا بوحدك، نفس القصة كتعود مع الآلاف والملايين ديال الشباب كل عام. وهنايا السؤال كيتبدل، السؤال ما بقاش كيتعلق بك نتايا بوحدك، السؤال ولا كيتعلق بالنظام كامل. وهنا كنوصل لواحد النقطة اللي كتقسم الناس لجوج فئات. كاينين الناس اللي كيقولوا لك نتايا كسول وكتختار بزاف، كاين اللي قبل غير ب 3000 ولا 4000 درهم ودار حياته، علاش حتى نتايا ما ديرش بحالو؟ ولكن الحقيقة اللي صعيب أنها تتقبل هي أن الحياة ماشي نفس القصة لكل شيء. كاينين الناس اللي كيشوفوا الحياة كمسار واضح: خدمة، راتب، زواج، قرض، مسؤوليات وتكرار. وبطبيعة الحال كيتقبلوها عادي، ماشي حيت سهلة ولكن حيت واضحة. ولكن كاينين الناس اللي شافوا هاد السيناريو قبل ما يكبروا، شافوا التعب وشافوا الروتين وشافوا النهاية قبل من البداية. ومن هنا جات الفكرة ديال الرفض، حيت الرفض ماشي للخدمة، ولكن الرفض للفكرة أن هذه هي النهاية الوحيدة الممكنة. ومن بعد كتدخل في واحد المرحلة أخرى ديال الحماس، هو أنك كتبدا تصيفط 20 50 100 سيفي، ولكن ما كاين حتى شي جواب، لا رفض لا قبول ولا حتى شي كلمة. وحتى في المباريات ديال الوظيفة العمومية كنلقاو 50,000 ولا 100,000 شخص غاديين يدوزو كونكور على 20 منصب. هنا السؤال ما بقاش شكون هو اللي أذكى ولا شكون اللي غادي ياخذ المنصب، السؤال هنايا هو واش أصلا الفرص كافية. وملي كتلقى الخدمة كتلقى راسك كتخدم ولكن ما كتحسش براسك أنك كتحرك، حيت الكرا طالع
والمعيشة غالية والراتب كيبقى هو بحال كتجري في بلاصتك. وهنا كتجي الجملة الشهيرة خاصك تصبر. ولكن في واحد اللحظة هاد الجملة كتولي ثقيلة، حيت كتقول مع راسك نصبر علاياش؟ حيت نتايا اصلا حياتك كاملة ونتايا صابر باش توصل لهاد النقطة اللي نتايا كنتي كتحلم بها، وعاد مازال انك خاصك تزيد تصبر. وهنا كنوصل لواحد المشكل اللي هو اعمق. حنا ملي كنا صغار ما تعلمناش الواقع كامل، تعلمنا غير جملة واحدة: قرا مزيان وغادي تلقى خدمة مزيانة. ولكن بلا ما نحسو حياتنا كاملة دارت على هاد المعادلة البسيطة: دراسة، وظيفة، واستقرار. ولكن ملي كنكبروا كنكتشفوا ان المعادلة ناقصة، حيت حتى شي واحد ما شرح لينا كيفاش نديروا الفلوس، كيفاش نبنيو مشروع، وكيفاش نخدموا عند راسنا، كيفاش نخلقوا قيمة خارج هاد الطريق الوحيدة. وحتى الصورة ديال المهن كانت ناقصة عندنا. الميكانيكي مثلا وراه غير كيصلح الطوموبيلات، التاجر وراه غير صاحب محل صغير. ولكن ما كناش كنشوفوهم انهم كيديروا اقتصاد حقيقي وكيبنيو دخل اللي بعض المرات كيكون هذاك الدخل كبر من الدخل ديال واحد موظف. وهنا كيبدا الصراع الحقيقي، حيت جيل كامل تربى على واحد الفكرة وتصدم بواقع مختلف. وفي النص كيبقى واحد السؤال كيدور: واش نصبر ولا نحاول نفهم اللعبة من جديد؟ حيت المشكل ماشي غير في الدبلوم وماشي غير في السوق، المشكل هو في واحد النظام كامل اللي ما موازنش ما بين التعليم والفرص والواقع. وبطبيعة الحال موضوع كبير ومتشعب، وكل واحد عنده الأسباب والظروف ديالو. متمنياتي الخالصة بالتوفيق للجميع. بهذه الكلمات نكونوا سالينا الحلقة ديال اليوم. ما تبخلوش علينا بالآراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المشاهدة، ونتلاقاو الحلقة المقبلة بإذن الله.